المصري قبل قليل من الآن أصدر بيانا تحدث فيه عن أنه أثناء تأمين فرض أمن مصري للحدود المصرية الدولية مع الجانب الإسرائيلي اشتبه في وجود عناصر يعني كانت تقوم بمحاولة للتهريب، وعندما حاول اللحاق بهم وجد نفسه داخل الحدود أو على الجانب المصري من الحدود المصرية الإسرائيلية. وفي تلك الآونة وأثناء محاولته لإطلاق النار على هذه العناصر قام بقتل 3 من الأفراد التابعين للجيش الإسرائيلي وأصاب 2. وفي تلك الآونة وبينما كان يتبادل إطلاق النيران قتل هو الآخر، وجاري حتى تلك اللحظة البحث عن في تلك المنطقة عن العناصر التي كانت تقوم بمحاولة التهريب من قبل أو التي كان يحاول الفرد الأمن المصري اللحاق بهم في تلك الآونة. والمتحدث العسكري المصري أكد على أنه جاري البحث والتدقيق فيما يجري على الحدود المصرية في تلك الآونة، وقدم